السلام عليكم. قبل البدء هذه أبرز عناويننا. المغرب يزلزل إسرائيل بقرار مجنون بسبب فلسطين. الجزائر تطبع تحت الطاولة وتعوض مصر في تصدير الغاز إلى إسرائيل. الحكومة تزلزل الشعب المغربي بهذا القرار المفاجئ. بعد أن تخلت عنه الجزائر، إسبانيا تضاعف صادراتها من الغاز الطبيعي نحو المغرب. دير لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الاول اخبار المغرب. الحكومة تزلزل الشعب المغربي بهذا القرار المفاجئ. بعد إقرار ورش صرف الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة، قررت الحكومة المغربية برئاسة عزيز أخنوش مواصلة رفع الدعم تدريجيا عن المواد المدعمة المتبقية في صندوق المقاصة، والذي خصصت له فقط 16 مليار درهم في مشروع قانون المالية 2024، وهو الإجراء الذي يراه الخبراء الاقتصاديون نقطة تحول في المغرب وجب حسن استغلالها دون أخطاء تكون عواقبها أسوأ من أفضالها، وذلك من خلال مصاحبته بإجراءات زجرية تحول دول استغلال الظرفية لكي لا يرفع معدل التضخم عوض خفضه. وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالية لسنة 2024 أنه في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية لورش تعميم الحماية الاجتماعية الرامية إلى صرف الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة، فمن المقرر مواصلة رفع الدعم تدريجيا عن المواد المدعمة المتبقية مع تخصيص مبلغ قدره 16.36 مليار درهم خلال السنة المقبلة لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين. وأبرز التقرير ذاته حول المقاصة الذي يرافق مشروع قانون المالية لسنة 2024 معطيات حول الأسواق الوطنية والدولية للمنتجات المدعمة وتأثيراتها على تطور محددات الدعم والوضعية الخاصة بنفقات المقاصة، موردا أنه من أجل تحقيق استقرار الأسعار للمواد الأساسية الموجهة للاستهلاك المحلي رغم تقلب أسعارها على الصعيد العالمي، واصلت الحكومة خلال سنة 2023 اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين. المغرب يزلزل إسرائيل بقرار مجنون بسبب فلسطين. أكد نصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج اليوم السبت بالقاهرة أن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس متشبثة بخيار السلام وأهمية تحقيق الاستقرار والرخاء والازدهار لجميع الشعوب، مبرزا استعداد المملكة بتنسيق مع جميع الشركاء للانخراط في تعبئة دولية لوضع حد للوضع المأساوي والخطير في غزة. وقال بوريطة في كلمة ضمن قمة السلام إن المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس تتمنى أن تبعث هذه القمة ب5 رسائل رئيسية للمجتمع الدولي، أولها الدعوة إلى خفض التصعيد وإلى حقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة ويلات الصراع الذي قد يقضي على ما تبقى من فرص وآمال السلام والاستقرار. وتابع الوزير ذاته بأن الرسالة الثانية هي الحاجة الملحة إلى حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وذلك وفق مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، بينما تتمثل الرسالة الثالثة في ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وانسيابية وبكمية كافية لساكنة قطاع غزة. أما الرسالة الرابعة، يضيف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فهي رفض كل الحلول والأفكار الهادفة إلى تهجير أو ترحيل الفلسطينيين من أرضهم وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة. وخلص نصر بوريطة إلى أن الرسالة الخامسة هي الحاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تفضي إلى حل الدولتين، دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. بعد أن تخلت عنه الجزائر، إسبانيا تضاعف صادراتها من الغاز الطبيعي نحو المغرب. كشفت بيانات حديثة لشركة إيناغاز الإسبانية المكلفة بإدارة شبكة الغاز الطبيعي في البلاد أن الواردات المغربية من هذه المادة القادمة شبه الجزيرة الإيبيرية عبر الاستخدام العكسي لخط الغاز المغاربي الأوروبي تضاعفت 7 مرات خلال عام، وأصبحت الرباط المستورد الرئيسي لمدريد بعد توقفها عن توجيه الغاز لشمال أوروبا.
وأظهرت أرقام الشركة أن حجم الصادرات الإسبانية من الغاز الطبيعي للمغرب انتقلت من معدل 123 جيغاوات في الساعة خلال شهر شتنبر من سنة 2022 إلى 880 جيغاوات في الساعة خلال الفترة نفسها من سنة 2023، وهو ما يمثل ارتفاعا يزيد ب7 أضعاف عن الأرقام المسجلة قبل عام، بفعل تنامي اعتماد الرباط على خط الغاز المغاربي الأوروبي الذي توقفت الجزائر عن استعماله. ولا تصدر مدريد الغاز الطبيعي إلى المغرب من حصتها من الغاز المستوردة من الجزائر وفق ما سبق للحكومة الإسبانية أن أكدته، بل تعتمد على مصادر أخرى، غير أنه من الناحية الرقمية تقارب الكميات المتوصل بها 10% من إجمالي الواردات الإسبانية عبر الخط المتوسطي الذي يربط شمال الجزائر بألميريا، والتي بلغت 8009 جيغاوات في الساعة. ويأتي ذلك في الوقت الذي قلصت فيه إسبانيا ابتداء من سنة 2022 وارداتها من الغاز الروسي استجابة للإجراءات العقابية المفروضة من الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، ورغم أن بروكسل حثت مدريد على توجيه الغاز شمالا عبر الخط العابر لجبال البيريني في فرنسا، إلا أن معاملاتها التجارية مع المغرب أصبحت هي الأولية لتوقف التصدير نحو الشمال منذ غشت الماضي. الجزائر تطبع تحت الطاولة وتعوض مصر في تصدير الغاز إلى إسرائيل. قال محللون لوكالة رويترز إن ناقلة كانت تسعى لتحميل الغاز الطبيعي المسال من محطة مصرية غادرت خاوية وتحولت إلى أخرى بالجزائر بعد توقف الخط أنابيب إسرائيلي ينقل الغاز لمصر بسبب الأحداث الحالية في غزة. وقال أولوميد أوجي كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في LSEG نقلا عن بيانات الشحن إن الناقلة CP قطالونيا غيرت مسارها من محطة إبكو للغاز الطبيعي المسال في مصر وتتجه الآن إلى منشأة أرزيو في الجزائر. وأغلقت شركة شيفرون حقل غار تمار الإسرائيلية وسط الصراع العسكري مع حماس، وعلقت الصادرات عبر خط أنابيب غار شرق المتوسط تحت سطح البحر، والذي يمتد من عسقلان في جنوب إسرائيل إلى مصر. ما كشفته ميديا بارت عن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإسرائيل ليست وحدها، فالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قام خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مطلع عهده بلقاء رجال أعمال يهود ودعاهم إلى الاستثمار في الجزائر. ووفق تقرير نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن هنري هاشدنبرغ رئيس الجالية اليهودية الفرنسية قوله إن الرئيس الجزائري أبدى استعداد بلاده للاعتراف رسميا بإسرائيل وحتى إقامة علاقات مميزة معها بعد التسوية الشاملة بالانسحاب من الجولان وإقامة دولة فلسطينية. دير لايك الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلك انت الأول أخبار المغرب.